بسم الله والصلاة على النبي. اليوم بدي أحضر لكم سلطة الأفوكاتو أو غواكامولي، وهي سلطة تتميز إنه يجب أن تتوفر فيها 3 شروط لتحصلي على النكهة المكسيكية الأصلية. تابعيني لمعرفة الشروط. اليوم استخدمت 2 من ثمار الأفوكاتو بهذا الحجم. إذا كان عندك أفوكاتو أكبر ممكن تستخدمي 1 فقط. بنقطعها بهذا الشكل وننتزع من داخلها العجوة، بعدين بنقشرها. عندكم استفسار أو سؤال خبروني بالتعليقات وأنا بجاوب بكل حب وسعادة. قطع الأفوكاتو قطع صغيرة تعطينا نكهة أطيب. كمان استخدمت البندورة أي الطماطم، وهي ضرورية بهالوصفة. أنا استخدمت قرصين من الطماطم، قشرتهم وانتزعت من داخلهم البذور، وبعدين قطعتهم قطع صغيرة. كما ترون ننتزع البذور من داخل الطماطم، وأنا الطماطم طبعا غاسلتها جيدا. بتمنى تدعموني بلايك واشتراك وتعليق حلو مثلكم، وتخبروني من أي بلد عم تتابعوني لأن هذا يسعدني. الشرط الأول في هذه الوصفة يجب استخدام البصل البنفسجي أو اسمه أو الأحمر كما ترون. هذا هو الشرط الأول. بدك تاخدي النكهة الأصلية المكسيكية يجب استخدام البصل البنفسجي أو الأحمر. منقطعه قطع صغيرة، أبدا ما نستخدم البصل الأبيض لأنه هذه السلطة مخصصة للبصل الأحمر. نضع المكونات فوق بعضها: البصل، الطماطم، الأفوكاتو، ونعصر ليمونة حامضة عدد 1 ونعصرها ونضعها فوق مكونات السلطة. بعدين رشة ملح. والشرط الأساسي الثاني في هذه الوصفة هو بهارات خاصة موجودة في المحلات لوصفة الأفوكاتو أو غواكامولي. لا نستخدم غير هذه البهارات لتحصلي على النكهة المكسيكية الأصلية. الشرط الثالث في هذه الوصفة هو شيبس الدوريتوس. هذا الشيبس مخصص لسلطة الأفوكاتو، حتى كيس الشيبس انتبهوا مرسوم عليه أفوكاتو، يعني إنه البطاطا تؤكل أو الشيبس يؤكل مع سلطة الأفوكاتو، تعطيه النكهة الأصلية المكسيكية المميزة. وأكيد موجود هالنوع من الشيبس في المحلات. سلطة الأفوكاتو أصبحت جاهزة. المنظر بطير العقل. بإمكانك تقدميها بالطريقة التي ترغبين. والآن بدي استمتع بقرمشة الشيبس مع سلطة الأفوكاتو.